السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم متابعيني الكرام؟ ربي يحفظكم وياكم. نبيل الموسوي. يا جماعه، شنو سالفه هاي الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يا جماعه هذا حادث صار بالنجف، مو حادث، قسما بالله كارثه وفاجعه. احتراق سياره وبداخلها امراه كبيره بالعمر، وخطيها ما تقدر تنزل وبس تصرخ، ما تسمعون بس صوتها، وما انصحكم تشوفون الفيديو. قسما بالله ما ينشاف يا جماعه، لان كارثه وفاجعه. كارثة وفاجعة قسما بالله. النار أكلت كل السيارة وأكلت حتى المرأة، وما سمعون غير بس صوت المرأة تصرخ. وحاولوا الدفاع المدني أن يطفون السيارة لكن ما قدروا. النار أكلت السيارة بالكامل. خبرنا اللي بعده: إلقاء القبض على امرأة تمارس عمليات النصب والاحتيال والسحر والشعوذة في قضاء القائم في محافظة الأنبار. خبرنا اللي بعده: لحظة تحطم طائرة أمريكية من طراز F-35 في قاعدة جوية. خبرنا بعد: امرأة تدهس مرور وتشرد يا جماعة وسط مدينة البصرة. خبرنا بعد: وفاة معتمر عراقي وأصابته 11 آخرين في حادث سير قرب منفذ عرعر، والمعتمرين خطية من مدينة السليمانية. خبرنا بعد: إيران تنشر لقطات لأكبر طائرة إيرانية من دون طيار تحمل اسم غزة، وهاي الصور اللي شوفوها حاليا قدامكم. خبرنا اللي بعده: مكافحة جرائم بغداد تطيح بسارق الشقق الطلابية الذي استغل غيابهم أثناء الدوام الجامعي. خبرنا بعد: ترامب يعلنها بصراحة: أرغب بنقل بعض من سكان غزة إلى مصر والأردن، وتحدث مع السيسي بشأن ذلك، وأعتقد أنه سيفعله فلقد ساعدناهم كثيرا. أود أن أجعل سكان غزة يعيشون في منطقة دون اضطرابات أو عنف، ويمكن نجعل الناس أن يعيشون في مناطق أكثر أمانا.